يلجأ ملاك السيارات الباحثون عن قطع غيار لسياراتهم بسعر منخفض إلى محل بيع قطع الغيار المستعملة، والتي تعرف بالسعودية بمحل تشليح السيارات. يقوم أصحاب هذه المحال بشراء السيارات التي لم تعد صالحة للاستخدام، ويقومون بتفكيكها وبيع كل قطعة على حدة، سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية. والله كل السيارة يعني الموديل الحديث ما تقعد أبد، ميكانيك كهرباء كلها تروح نبيعها تشتري كلها. القطع وش غالبا اللي تبيعونها؟ مكاين قيورة زي كذا الموديل الحديث، والبودي طبعا نروح. القطعة اللي عليها ضمان، بعض القطع ما في عليها ضمان، تكون واضحة يعني من يوم فك على السيارة. في الغالب يتم شراء هذه السيارات من أصحابها بعد تعرضها لحادث مروري، وكما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد. طبعا جبرون الوكالة نجي تشاليح هنا، لأن القطعة بتصير نص القيمة ويعطون عليها ضمان. وبيني وبينك التشاليح منطقة السيارات تدخل حديثة، الله يكفينا شر الحوادث. يعني الواحد يحصل يبغى يحصله قديم ولا جديد. رغم انتشار هذه التجارة بشكل كبير في السعودية، إلا أن تأثيرها على محل بيع القطع الجديدة يكاد لا يذكر بسبب حجم سوق واستهلاك السيارات في المملكة، إذ يوجد في السعودية 13 مليون سيارة، في حين يتوقع أن يتجاوز حجم مبيعات السيارات الجديدة في العام المقبل 90 مليار ريال. محلات بيع قطع غيار السيارات المصدومة، أو ما يعرف في السعودية بتشليح السيارات، باتت المهرب الوحيد من غلاء قطع غيار السيارات لدى الوكالات، خصوصا من يبحث عن القطع الأصلية وبسعر منخفض. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، الرياض.